تخيل إن مصر كانت هتضيع، ومش علشان جيش قوي دخلها ولا حتى عدو أقوى منها، لكن علشان راجل واحد، راجل كان مستعد يعمل أي حاجة علشان بس يقعد على الكرسي. والراجل ده اسمه شاور. هترجع معايا بالزمن لأكتر من 850 سنة، وفي الوقت ده الدولة الفاطمية كانت ضعيفة جدا، والخليفة بقى مجرد اسم، والوزير تقريبا هو اللي كان بيحكم. وفي وسط الفوضى اللي بتحصل دي ظهر معانا اتنين. الأول وده بطل قصتنا النهاردة شاور، وقدامه واحد اسمه درغام. لكن درغام قدر ياخد الوزارة، وشاور هرب من مصر. أي حد مكانه كان هيعتبر إن هي كده انتهت، لكن شاور كان عنده رأي تاني. أصل شاور راح الشام وقابل هناك حاكم قوي جدا اللي هو نور الدين محمود، وابن الآخر كده قال له ساعدني أرجع مصر وأوعدك إنها تبقى معاك. وطبعا نور الدين محمود وافق، وبعت القائد بتاعه أسد الدين شريكو. ومع الجيش كان في شاب هادي، ومحدش يعرف ان الاسم ده بعد كام سنة هيترعب منه ملوك اوروبا. خد بالك الشاب الهادي اللي انا بقولك عليه ده هو صلاح الدين الايوبي. بس استنى الاسم ده الحلقة الجاية لان حكايته لسه ما بدأتش. المهم دخل شريكو مصر وانتصر ورجع شاور للوزارة. لكن بعد ما شاور مسك الوزارة بدأ خاف من شريكو انه هو يبقى اقوى منه، وإن مصر تخرج من إيده. ففي الوقت ده أخد أسوأ قرار ممكن بني آدم ياخده في حياته. بعت رسالة لأكتر ناس كانوا أعداء المسلمين وقتها. أيوة اللي إجا في بالك، الصليبيين. بعت رسالة للصليبيين وقال لهم تعالوا مصر وساعدوني. وزير مصري بنفسه بيبعت رسالة للصليبيين وبيستنجد بيهم، وكل ده علشان بس يحافظ على منصبه. وفجأة مصر بقت أرض الحرب، جيش من هنا وجيش من هنا، والشعب هو اللي بيدفع الثمن. وطبعا المعارك زادت، وكل يوم أسوأ من اليوم اللي قبله. وكان واضح ومتوقع إن مصر ممكن تقع في أي لحظة. لكن في وسط الفوضى دي كلها في شاب ظهر، ومحدش كان متخيل إن الشاب ده بعد كام سنة هيبقى من أعظم القادة في التاريخ. والشاب ده زي ما قلت لكم هو صلاح الدين الأيوبي. مين هو صلاح الدين الأيوبي؟ وازاي شاب ما كانش حد يعرفه بقى حاكم لمصر وبعدها قدر يحرر القدس؟ دي حكاية الفيديو الجاي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وفولو، وتستنى القصة الجاية. اعرف تاريخك مع أحمد عبده.